الله يحفظه أبو حذيفة، يعني أكثر واحد ما شاء الله نقله عني. وهذا موقف سلمك الله طبعا فيه أول ما طلع المعسل. أفهم. لا أحسن الظن الله يجزاك خير. تجيك العلوم الله يحفظه. المهم شفته في أحد السوبر ماركتات، وشفت المعسل هذا والريحة وهذا، وذيك الأيام لسه أول بدايته. ايه ريحة فراولة. وانت على نياتك. ما بعد اول ما شفته يعني قلت الدعوة يعني ريحة فراولة حاجة حلوة يعني. اخذته معي البيت وطبعا مع الجبنة طاعون. اي والله حالي والله حالي، لا في تحذير حكومي ولا يعني وسع صدرك. نعم احنا اللهم لك الحمد. لا كليته صحيح. اي والله كلته. المهم اسمع الله يحفظك. دام فضحتونا نجيبها كذا. الأسرة الكريمة كلهم. اي نعم، هم ما يدرون ان الدعوة يحسبونها مربى. ليه شكله زين فعلا، هو شكله اول ما طلع كان في شو اسمه ذا، في ايه كان في علب بلاستيك هذا وما في كذا. مجرب الاخ ما شاء الله. المهم اخذته، وبعدين بعد فتره جيت البقاله، عجبني الموضوع. عجيب. لو يشوفني احد الاخوان الملتزمين خلص اللي اخذته. خلص خلص اجل وشه. جاي بقاله وشه. المهم جيت هذا السلام عليكم، الا بالله اعطيني ويجينا احد الاخوان الله يحفظه اللي توسم فيهم الخير، قال يا اخي شكلك ووجهك مو تبع وش الحركات هذا الله يجزاك. قلت ايه؟ قول هذه حرام الله يجزاك. لا حرام يا اخي، احل الله الطيبات وحرم الخبائث. بعد افتي اخوك في الله مسكين. قال تدري ايش يستخدمونه؟ قالت ايش يستخدمون؟ مع قال لا يستخدمون الله يحفظك شيشه. ايش شو؟ قال شيشه يا رجل. قال شيشه يا ابن الحلال، فين 3 ايام وانا قاعد افحط فيها مع الجبن. طعمه يا شيخ طعمه عادي يا شيخ. صحيح. طعمه حالي حتى اخر الليل تطلع دخان. طعمه عادي يا شيخ. يعطيك العافية.